السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء قناة بروفيسور الفوت. فيديو جديد اللي نتمناو أنه يكون مشوق وتستمتعوا فيه إن شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا التشكيلة والخطة اللي المنتخب المغربي خاصو يلعب بها باش ياخذ النقاط ديال مباراة المنتخب الاسكتلندي. كيفاش نقدروا نوقفوا هذا المنتخب الاسكتلندي، شنو هي نقاط القوة والضعف ديالو، وشنو خاصنا نديروا باش نربحوه بواحد النتيجة اللي تخلينا اننا نكونوا في الصداره ديال المجموعه ونتاهلوا كمركز اول ان شاء الله. دونك بلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله. قبل ما نخوضوا في التشكيله والخطه والنهج اللي خاصنا نعتمدوا عليه مباراه منتخب اسكتلندي، غادي نديروا واحد اللمحه بسيطه على التشكيله ديال المنتخب الاسكتلندي وكيفاش كيلعب، شنو هما اهم نقاط القوه اللي كيعتمد عليهم. دونك كما كتلاحظوا المنتخب الاسكتلندي لعب ضد منتخب هايتي بهذه التشكيله هذه، اللي تقريبا لعب 4-4-2 ومره كان كيمشي لذاك 4-2-3-1. دونك اخطر الاسلحه اللي كيعتمد عليهم المنتخب الاسكتلندي هي داك الصلابه البدنيه ديالو في الخطوط ديال الوسط والدفاع. زيد عليها عنده واحد الفاعليه كبيره في الكرات الثابته، وزيد داك الانضباط التكتيكي العالي اللي كيفرضوا المدرب ستيفن كلارك، اللي كيبغي يعوض به داك المهارات التقنيه والفنيه للاعبين. ولكن هذا ما كيعنيش انهم ضعاف تقنيا، بالعكس، راه تم نقاط القوه ديالهم كيعتمدوا على جوج ديال الاجنحه. كيعتمدوا على الاجنحه في المقدمه ديالهم اللاعب بيندوك اللي كيلعب في الجناح الايمن، وزيد على ذلك اللاعب ماكان هذا اللي كيدخل كيبني معاهم اللعب، ما كيلعبش بزاف في الريوه، كيدخل معاهم العمق. كما شفتوا هو اللي مارك الهدف ديال التقدم، وكيعجبو يدخل الهالف سبيس هو يجي من الخلف وكيدير ديك الزياده العدديه في العمق، هو اللي مارك البيت الاول. اما بالنسبه لبيندوك فهو كيعجبو يلعب في داك العمق، كيشد داك الكروار ديال اليمين، كيدخل وكيدير داك العرضيات، وراه تقريبا شكل خطوره كبيره المنتخب هايتي، ديما كتلقى كيلعب في المساحه هذه في هذه البلاصه، وممتاز صراحه، عنده سرعه مزيانه وتا في واحد ضد واحد واعر. دونك هادو كيتعتبروا صراحه من اخطر الاسلحه هما ديال المنتخب الاسكتلندي، كيعتمد عليهم في داك لي كونتر ديالو غابيد وداك الهجمات المرتده اللي كيدير. اما خط وسط المنتخب الاسكتلندي فكيتكون ماكسوميني من لاعب فيرغيسون اللي كيلعب حداه. بالنسبه لفيرغيسون كيتكلف داك الادوار الدفاعيه وكيسد المساحات وكيعاون يرجع يعاون المحاور، وماكسوميني دائما كتلقاه كيدير ديك الزياده العدديه، كيلعب في الهاف سبيس كيبني لهم اللعب، دائما كيكون من اول المساندين للخط الهجومي. اما بالنسبه لخط الدفاع فعندهم الصراحه ثغرات كبيره في خط الدفاع، المدافعين ديالهم ثقال، داكشي علاش كيضطروا دائما كيلعبوا بكتله، كيلعبوا واحد الكتله منخفضه، وبواحد البلوك با اللي دائما كتلقاهم راجعين اللور، وكيعتمدوا على ديك لي كونتر غابيد. وحتى فاش كيديروا ديك لو كونتر غابيد، لكن عندك انت مهاجمين سراع ولاعبين كيعرفوا يلعبوا في الظهر مزيان، دونك غتاخذهم بواحد الطريقه مزيانه، حيت كيخليو مساحات الصراحه مهوله في الظهر ديالهم حتى هما، والمدافعين ديالهم ثقال شويه. اذا كانت هذه اهم نقاط القوه والضعف عند المنتخب الاسكتلندي. ودابا غادي نشوف كيفاش المنتخب المغربي خاصو يلعب، الخطه والطريقه باش خاصو يلعب باش يستغل هاد نقاط الضعف هذه ويحاول يخرج ان شاء الله المباراه بنتيجه مزيانه. وباش ما نطولش عليكم في حراسه المرمى غيكون ياسين بونو بدون اي نقاش. خط الدفاع غيكون عيسى ديوب اللي الصراحه كانت علامه استفهام كبيره على الاداء ديالو في المقابله اللي فاز ضد المنتخب البرازيلي، ولكن الصراحه محمد وهبي ما عندوش لاعب اخر اللي يقدر يعوضه به. عيسى ديوب الصراحه كان كيجيوه فرص بزاف باش انه يخرج كره البعدي اللي كان كيبان له في المساحات وكيطلب له الكره باش يستلمها تحت الضغط، ولكن عيسى ديوب كان مقرر جميع القرار ديالو انه يرد الكره لياسين بونو اللي صراحه عذبو. ولينا كنشوفوا بونو كيلعب الصراحه كرات عاليه وكيشتت الكره ودار بزاف ديال التشتيتات ياسين بونو، بسبب ان عيسى ديوب كان جميع الكرات تقريبا كيدير ضدهم للوراء. واخا كان ايوب بوعدي ونايل العناوي الصراحه كيعطيو حلول ممتازه باش يعطيهم كره ويستلموا كره تحت الضغط ويخرجوا بها، اغلبيه الكرات ديالو كانت الى الوراء. اما امامه غيكون شادي رياض، الصراحه اللي دار مقابله مزيانه. شادي رياض كان كيفتح اللعب ودار اللي عليه. غيكون اشرف حكيمي الظهير الايمن لا غنى عنه، ما كنتذكروش في كابيتانو. وفي الظهير الايسر غيكون نصير مزراوي. الصراحه نصير دار مقابله كبيره ضد المنتخب البرازيلي. كيفاش كتشوفوا لاعب بداك الاريحيه؟ الصراحه نصير المزراوي كان من رجالات المقابله ضد المنتخب البرازيلي، وخلى رافينيا يبان كانه ما كاينش. خط الوسط الى جانب بوعدي غيكون نايل العناوي اللي كان الصراحه من ثاني افضل لاعب في المقابله، وتنايل دار الصراحه مقابله كبيره، غطى بزاف ديال المساحات في الملعب. العشرة
نيميرو 10 غادي يكون فيها عز الدين أناحي. وعلاش غنحتاجو عز الدين أناحي في هذا الماتش هذا بالضبط؟ نساليو التشكيله ونقول لكم علاش. غيكون الى جانبه في الجناح الايسر غيكون بلال الخنوس، وفي الجناح الايمن غيكون ابراهيم دياز. اما راس الحربه كما كيلعب وهبي راس الحربه الوهمي غادي يكون اسماعيل سيفان. دونك علاش خاصنا نلعبوا بهذه التشكيله هذه وعلاش خاصنا نلعبوا بهذه الطريقه هذه؟ المنتخب الاسكتلندي في المقابله الجايه في غالب الاحيان غادي يدير داك الكتله المنخفضه غيلعب بها، دونك غادي يعطيك كره ويخليك انت تتحكم في زمام المقابله. داك الشيء علاش غتحتاج لاعبين اللي كيعرفوا يديروا البالون، لاعبين اللي كيعرفوا يبنيوا اللعب ويلعبوا مزيان بين الخطوط. وهذا الشيء علاش قلت لكم قبيلاتي خاصو يكون في هذا المركز هذا عز الدين أناحي، وغيكون معاه بلال الخنوس اللي تبارك الله عليه حتى هو كيجيد هذه القضيه هذه وما نخافوش عليه في هذا الشيء هذا مع الصباري بن سلالات ديالو. دونك غيحاولوا يلقاو الحلول وسط الدفاع ديال المنتخب اسكتلندي. وتا فاش كيكونوا داك المرتدات ديال المنتخب اسكتلندي كما قلنا خاص اللاعبين ديالنا يحاولوا يستغلوا الفرصه ويكونوا سراع شويه. وهنا غنستغلوا السرعه ديال ابراهيم دياز واسماعيل الصباري اللي غيلعب لهم في العمق ديالهم. زيد عليهم بلال الخنوس وعز الدين أناحي اللي كما قلنا خصهم يلقاو لنا داك المساحات بين الخطوط ديالهم بداك المهارات التقنيه اللي عندهم وداك الضريبه اللي عندهم، وحنا تايقين فيهم ان شاء الله. خاصنا نجيروا المقابله ديالنا حيت الصراحه كما قلت لكم حنا اللي غنكونوا متحكمين في زمام المقابله وحنا اللي غنكونوا شادين الكره وكنناقشوا المقابله ديالنا. ومنتخب اسكتلندي راه غادي يركن للدفاع وغيلعب فقط على داك لي كونتر غابيد ديالو. هاد الشيء علاش خاص ايوب بوعدي ونايل يكونوا فايقين في هذه المقابله هذه، حيت هما اللي غيتكلفوا بداك العمليه ديال تكسير الهجمات ديال المنتخب الاسكتلندي وغيعاونونا في داك لي ترانزيسيون غابيد باش نلعبوا ليهم في الدار ديالهم ونسجلوا منها اهداف ان شاء الله. زيد عليها كما قلت لكم ان المنتخب الاسكتلندي فاش كتضغط عليه اللاعبين ديالهم كيرتابكوا، خط الدفاع ديالو كيرتابك دغيا، مما انه يقدر يخليهم يفقدوا بزاف ديال الكرات اللي نقدروا نستغلوها حتى حنا. هادشي علاش درت بلال الخنوس في ديك الجهه اليمنى نظرا لديك الضغط العالي اللي كيديروا في المناطق ديال الخصم اللي غادي يعاوننا في هذه المقابلات. ابراهيم كما كنشوفوا راه يبقى ديما يدخلها للسبيس ويدخل العمق ديال الملعب ويخلي حكيمي يمشي في الكوروار ونعرضوا الملعب باش نفتحوا الدفاعات ديال الخصم. عز الدين أناحي كذلك غيبقى يدير لنا الزياده العدديه في هذه المنطقه هذه ونوليو تقريبا لاعبين من ديك الخطه في الحاله الهجوميه 3-5-2 مع صعود حكيمي والحاج مزراوي كيرجع انه كمدافع ثالث. بوعدي كما كنشوفوا دائما غيكون كيغطي ديك المساحات في الدار حكيمي بلا ما ندويو على داك الانسيابيه وتبادل المراكز اللي ولات عند المنتخب الوطني اللي ولات كتعطينا قوه كبيره وولينا كنطبقوها بواحد الطريقه اللي ممتازه جدا. دونك هذه هي الطريقه النهج اللي كنظن ان المنتخب المغربي غادي يلعب به، غادي يحاول يخلي المنتخب الاسكتلندي في المناطق ديالو. دونك المنتخب الاسكتلندي باش نوقفوه خصنا غير نسدوا عليه ديك المساحات، نحاولوا نلعبوا في المنطقه ديالو وفي داك لي كونتر غابيد. تبارك الله عندنا خط الوسط ما نخافوش عليه، واخا المنتخب الاسكتلندي كيلعب داك الالتحامات البدنيه بزاف، ولكن معنا العناوي ايوب بوعدي ان شاء الله كنظن انه غادي نتحكموا في خط وسط الميدان. وعلاش ما خايف في هذه المباراه؟ حيت في الماتش اللي شفت ديال المنتخب الاسكتلندي الاخر كيعتمدوا بشكل كبير على الطرف الايمن اللي هو بندوك اللي كيدخل في داك الكولوار وكيلعب كرات عرضيه. واحد الحاج مزراوي تما انا مطمئن على هذه الجهه هذه. نحاولوا نسدوا عليهم غير المساحات وفي الحاله الهجوميه نحاولوا نعرضوا الملعب باش نحلوهم كما كنقولوا وندخلوا بديك التمريرات القصيره ونحاولوا نخطفوا هدف اللي غادي يسهل علينا المأموريه وغادي يسهل علينا المباراه. حيت لا ماركينا حنا الاولى راه غيكون صراحه عندنا افونتاج كبير، حيت المنتخب الاسكتلندي غادي يبغي يطلع باش يحاول يجيب الهدف ديال التعادل، وهنا فين غيلقاو اللاعبين ديالنا الحريه ديالهم فين يلعبوا له في المساحات وفي الظهر ديالو، مع العلم انهم عندهم لاعبه في الديفونس ديالهم عندهم لاعبات ثقال. اللاعبين ديالنا خاصهم يستغلوا هذه الفرصه هذه ونحاولوا نزيدوهم داك الساعه الهدف الثاني والهدف الثالث، حيت ما نخافوش على المنتخب ديالنا، خصنا غير نسبقوا لهم البيت وان شاء الله راه غادي يربحوهم بواحد الحصه ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي غيخلينا نكونوا في الصداره ديال المجموعه ونجيروا عاوتاني الماتش الاخر ديال المنتخب هايتي باش تحاولوا نتاهلوا في المركز الاول في الصداره ديال المجموعه هذه. وهذا الشيء اللي كاين، ونتمناو ان شاء الله خير للمنتخب المغربي والمنتخب المغربي يربح هذه المباراه هذه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم اخوكم البروفيسور الفوت،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.